الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، حابه تقولي اسمك؟ اه. اتفضلي. شيرين. شيرين. ايوه تمام. اهلا بيكي يا مدام شيرين. مدام شيرين، المكالمه مذاعه على الهوا، موافقه بالاذاعه؟ ايوه موافقه. اتفضلي قولي لي. ما فيش حضرتك، انا كنت متجوزه مدرس. اه. مدرس ثانوي بنات. امم. فانا اول حاجه كنت متجوزه قبل كده ومعايا اولاد، امم. وقعدت اربيهم كتير قوي فما رضيتش اتجوز. جالي عرسان كتيره جدا فما رضيتش اتجوز. فالمهم اتعرفت على المدرس دوت. فطبعا كلام حلو وبتاع وثبتني بصراحه. انت وهو كان مدرسه؟ متجوز. لا انا مش مدرسه. امم. هو كان بيدرس لولادي. تمام. فالمهم هو كان متجوز وقعد بقى يحكي لي ويشكي لي، وانا غلطانه، انا ما انكرش ان انا غلطانه ان انا صدقته. امم. المهم اتجوزته. قعد بقى يحكي لك عن مشاكل مراته معاه وقد اه ايه مطهقه في عيشته؟ حاجات مش كويسه ومطهقه اه. في عيشته. انا قلت ايه، هو متجوز وانا عندي ولاد، فهو يروح ويجي عليا مش اكتر من كده. والله العظيم انا ما كنت داخله على خراب بيوت ولا اي حاجه. امم. قلت ابقى زوجه تانية. انا كنت راضيه بس على اساس ان هو ميبقاش معايا على طول. اه، انت حاسه بس ان في نفس ظروفك مش عايزه حد مقيم على طول؟ بالظبط كده، في نفس الوقت برضو يساعدني في مصاريفي. اه. فاتجوزته طبعا. عايزه اقول لك، عارفه معلش سوري في اللفظ، النسوان اللي بتلت وتعجن. امم. يجيب من هنا كلام ويجيب من هنا كلام، وخرب العلاقه ما بيني وما بين اهله قبل ما اروح عندهم البيت. ما بينك وما بين اهله هو؟ اه بالظبط كده. اه. واهلي طبعا ما كانوش طايقينه من كتر اللي بيعملوا فيا، ضرب وشتيمه من اول يوم والله العظيم. كذب وضرب وشتيمه من اول اسبوع تقريبا. امم. المهم جيت بعد كده قلت اعيش ومش مشكله، يعني مش هتطلق تاني. امم. فعشت معاه وحملت اول مره ضربني على ظهري سقطني. وهو مش عايز عيال؟ هو عنده عيال اكيد؟ مش لا هو عنده عيال، مش موضوع مش عايز عيال، لا، ده هو كده، هو كان بيضرب وخلاص. اه. عارفه العربجي، اقسم بالله امم. مش مدرس عربجي. امم. ده غير بقى طبعا قله الفلوس، وكان ماسك عليا في الفلوس جدا. والله استحملت، جيت حملت. آه فولدت. وانت ليه كنت فمراته. متشبثه تخلفي قوي كده يعني؟ ما انت عندك لا عيال. لا مش ما كنتش متشبثه ولا حاجه. انا عندي ولد واحد. اه. والولد دوت بعد ما انا اتجوزت طبعا هو كان كبير فبابا اه. بابا خده. اه، فانت فانا ما قلتي. كنتش عندي حد. امم. ده غير ان كل كانت مراته ما كانت تغضب كان يجيب لي ولاده، اقعد اهتم بيهم وانضف فيهم. طبعا هي بصراحه ربنا ما كانتش كويسه خالص في موضوع النظافه ده. امم. يعني من غير حتى ما هو يقول كان باين على ولادها. امم. ما كانتش فاضيه لهم ولا فاضيه له. يعني هو كان بيقول، هو فعلا اللي كان بيقوله صح بس ما كانش المفروض يقوله. امم. هي كانت بتشتغل؟ كانت بتشتغل بس اللي هو شغل عادي مش بيجيب امم. فلوس. امم. يعني شغل كده في، يعني حاجات تخصها، يعني مش عايزه اقول ايه، بس يعني هو شغل مش بيجيب فلوس اصلا بالمره. هي كانت بتشتغل عشان تثبت ذاتها وخلاص، انما بيتها واولادها لا بصراحه. امم. بس وبعدين طبعا هي لما عرفت ان انا حملت سابت له البيت ومشيت، وكان جاب لي الولاد. كل لما تمشي وتسيب له البيت يجيب لي الولاد. والله كنت بعملهم، والله ربنا يقعده لي في ولادي زي ولادي بالظبط ويمكن اكتر كمان، لان هم ما كانش معاهم مامتهم. امم. هي جت لما انا بقى ولدت. فطبعا طلبت منه الطلاق او رفعت عليه خلع. المهم سابت الولاد. فالناس قالوا لها يا بنتي اقعدي ربي ولادك. قالت لهم انا ما اقعدش خدامه لعيالكم. امم. فسابتهم وانا رضيت بالامر الواقع وخدتهم. ايه المشكله اللي يربي واحد يربي 20؟ امم. فخدتهم. فطبعا ايه رحت بيت بقى هم قد اهلي. ايه بقى؟ كم عيل يعني؟ كانوا 3. امم. اصغر واحد فيهم ما كانش كمل سنتين. امم. فرحت بيت اهله بقى. آه، اول حاجه كنت عايشه كويس وكان بيشكر فيا وكويسه، وانا فعلا كنت كده. يعني انا بشهاده الجميع انا كنت كده. فهو بقى إيه ابتدى من الوقت دوت. اشوف عليه حاجات بيعرف ستات، بنات بنات. بنات من عنده، من الطلبه. من المدرسة مرة واللي بيديو؟ من الطلبة اه. أقسم بالله، مرة واتنين وتلاتة. يا ابني ده أنت مدرس عيب. البنات في السن ده الواحد كان في ثانوي وعارف. اه، مراهقة بقى. بالظبط كده بيتعلقوا بأي مدرس كويس وبيقول لهم كلمتين كويسين. يا ابني ابعد عن الموضوع ده. مرة واتنين وتلاتة كتير جدا كتير.
اخر مره بقى لقيت علاقه مش كويسه. ازاي بقى؟ كلام في التليفون بس مش كويس خالص. بينه وبين طالبة؟ بينه وبين طالبه، كلمت الطالبه. انت عرفتي انها طالبة؟ اه عرفت وكلمتها وقلت لها يا بنتي بيضحك عليكي وكل الكلام ده. كان بيقول عليها اسوأ حاجه في الدنيا، اسوأ كلام. كان بيقول كلام وحش كتير جدا، ع- وابتدى بقى من الوقت ده كان عاوز بيقول يطفشني من عليكي البيت كلام وحش وخلاص. مع الطالبة دي؟ اه كان بيقول لها ده بتضرب الولاد، ده مش طايقاهم، ده اه. بتاخد فلوس تصرفها على اهلها وكل ده الكلام ده والله العظيم ما كان بيحصل. زي ما قالك كلام وحش على ايوه على بالظبط. طالبته. اه ما انا بقول انا غلطانه ان انا امم صدقته، انا ما امم بنكرش. ف فطبعا انا كلمتي البنت وقلت لها بعيدي يا بنتي انت؟ كلمتها وقلت لها بعدي، ما صدقتنيش. امم لحد بقى ما اتفق معاه ان هم يطفشوني من بيتي عشان ما اخدش حقي. اتفق مع البنت دي؟ اتفق مع البنت دي، والبنت دي جت بعد كده يعني بعد ما اتطلقت طبعا صدقتني بقى، سابها. امم عمل فيها برضو اللي بيعمله مع كل بنت، يمشي معاها يومين ويسيبها. امم فسابها. انا بقى اتطلقت منه. طبعا ملوش اي علاقه بعياله، ما بيسالش عليهم، ما يعرفش عنهم حاجه. خلفتي منه كام؟ اه خلفت منه 3. خلفتي 3؟ اه انت عشتي معاه قد ايه؟ قعدت معاه حوالي 8 سنين. يعني هو عنده 3 منك و3 من الأولى؟ بالظبط. هو هيتجوز تاني وهيجيب عيال تانية وهيعمل في اللي متجوزها نفس اللي عمله فيا واللي عمله في اللي قبلي. بس اللي قبلي على فكرة رمت عيالها. وعيالها انا فين ما بقى انصحش. دلوقتي؟ عيالها والله مرميين في الشارع. والله انا كنت لماهم والناس كلها تشهد بكده. انا عايزه اقول لحضرتك يا مدام مروه، يا ريت كل واحده تتطلق ما تسيبش عيالها، ما تسيبش عيالها لاي حد لايا كان. ما تضمنيش اللي هتاخدهم دي او اللي باباهم هيتجوزها دي هتعاملهم ازاي. اصلا انا السؤال بسأله وببقى مش فاهمة، ازاي ام بتقدر تسيب عيالها؟ ما هي دي بقى انا النقطه عايزة اللي اجابة بتكلم فيها. افهمها. انا ما سبتش ازاي ام دي ابني. فطرة ربنا؟ ازاي ام بتقدر تستغنى عن ضناها مش عارفه وعيالها مش عارفه وتبقى عارفة تاكل وتشرب وما تعرفش ابنها بياكل ولا لا؟ يا مدام مروة. مش عارفة. أنا في عز ما يعني كنت بسأل نفسي أنت جالك قلب أقدر أنا واحدة مش كويسة وابنك الكبير غبية. فين بتشوفيه ولا؟ لا أنا ابني الكبير مخلص جامعة، فاللي هو يعني أنا مش قلقانة عليه. لكن أيوة انت طبعا ما بشوفه. يعني بيودك بشوفه ولا؟ طبعا بابا راجل محترم جدا. مم. مفيش ما بيننا أي حاجة وحشة، وبشوفه وبيشوفني ومفيش وانت أي خلاص مشكلة. مش عارفة تاخدي حق ولا باطل بقى مع المدرس ده لا ومعاكي على 3 فكرة، عيال؟ مش موضوع حق ولا باطل. انا كل اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ان كل ام لازم تشوف بنتها المدرس ما تخليهاش تراقبها دايما، انت تراقبها عرفتي دايما المدرس ده والله. ازاي؟ آه كان بيدرس لابني. مم. كان بيدرس لابني. فانت بتقولي ان كل ام تراقب بنتها عشان ممكن البنت تبقى عارفة مدرس مش اه مظبوط اه اه وهي في في سن كتير. مراهقة وتصدقه. بالظبط والكلام طب انت فاهمة؟ المعسول بيبقى فاهمة ان كتير. البنت دي هي اللي خربت بيتك يعني؟ بصي هي ملهاش ذنب، دي عيلة. مم. دي عيلة وتقال لها انا عارفة الكلام اللي قاله اذا كان انا كبيرة وصدقته. مم. دي عيلة ما كملتش 18 سنة، أكيد هتصدقوا. بتعرفي تاخدي حقوق عيالك منه بيصرف اه عليهم؟ بعرف. ما هو أنا ما قلتش لحضرتك. البنت بقى إيه بعتت لي حاجات عندي، فالحاجات دي هو خايف منها. اه بعتتلك حاجات كاتبينهم؟ اه بالظبط كده، مكالمات بالساعات بقى، اه. وما أقولكيش مكالمات عاملة ازاي مدام مروة. مم. واحد ومراته. اه فهو قلقان بقى ان انت تطلعي المكالمات دي طبعا فسمعته شكرا طبعا تتضرب طبعا. بالظبط خاصة كده ان هو اهو. مدرس وفي وسطه بنات كتير واكيد بالظبط الاهالي هتخاف على اولادها. بالظبط بالظبط يا مدام مروة. فأنا والله أنا مش والله بتكلم، أنا حرام. حقوقي حرام لما طبعا. يكون حد بيمتهن مهنة هو مش قدها وما حسبنا الله بيعملش ونعم بيها. الوكيل. يعني ده المفروض ده قدوة. ازاي بيعمل ده؟ لا مش قدوة خالص يعني إلا من رحم ربي، مش كل المدرسين طبعا. بس مم. أنا بنصح أي أم يا جماعة راقبوا بناتكم. أنا واحدة كبيرة واتضحك عليا بالكلام، أنتوا بناتكم صغيرين وكلام كتير. أنا بكلم حضرتك دلوقتي مش عشان آخد حق ولا باطل ولا الكلام ده خالص. والله دي نصيحة مني لكل الأمهات عشان أنا أم غلطتي مش نفسك أكتر. باستمرارك معاه وانك اه اه تنجبي اه منه اه 3 يعني.
او بصي يا مدام مروه، هما الثلاثه دول ايه، رزق من ربنا، عوض. انا قعدت كتير قوي. يعني انا بحب الولاد. طب انا الحمد مش لله. ندمانه، انا مش ندمانه على الولاد. انا الحمد لله دول رزق من ربنا. الحمد لله، الحمد لله. ربنا عوضني بيهم. انا الحمد لله. مش موضوع طب لو ولاد حب خالص، يرجع الف لك حمد. او الدنيا تصفى بينكم؟ لا لا، مدام مروه ازاي؟ انا عايزه اقول لك، انا شفت منه والله العظيم، انا شفت منه حاجات وحشه كتير جدا. حسبي الله ما ونعم الوكيل، تحسيش انك ربنا اللي تقدري هيجيب لي ترجعي حقي. عشان العيال؟ لا لا، عيال مين؟ هو اصلا وانا معاه ما كانش له علاقه بالعيال. ما بيوحشوهوش؟ ما بيقولكيش عايزه لا لا، اشوفهم؟ مفيش الكلام ده، هو كلام وخلاص قدام الناس. وعارف ان هو عياله بني ادم التانيين بيحبش مرميين الا في الشارع نفسه. وعادي؟ يعني هو ايه، مش موضوع مرميين في الشارع صراحه كده، لا، ما حدش بيهتم بيهم. يعني هم عايشين فين دلوقتي؟ مع مين؟ هو معاه، بس هو طبعا في الشغل. اه. فاهماني؟ فسايبهم لوحدهم في مكان؟ مش لوحدهم بالضبط، معاهم ناس، بس أيًا كان ما حدش هياخد باله من العيل اللي أبوه أو زي الام. أمه. آه، أيًا كان. أنا والله العظيم، أنا الحمد لله راضية وراضية بقضاء ربنا. أنا مش زعلانة، ده قضاء ربنا. بس كل الموضوع يا جماعة، خدوا بالكم من بناتكم كويس جدًا، وخصوصًا البنات. خدوا بالكم من بناتكم. الله اعلم، انتوا ممكن ما تقول لهمش كلمه حلوه. ضموهم، احتضنوهم، قول لهم كلام حلو. انتوا لا، ممكن اي حد يضحك عليهم ويقول لهم كلمتين حلوين ويودوهم في 60 داهيه. بالذات في السن وبعد الصعب كده ده. البنت لما بتتكسر في السن ده، على فكره ممكن تعمل اي حاجه غلط بعد كده. ربنا يسترها على بناتنا يا رب. يعني احنا مش اللهم عارفين امين. نلاحق منين ولا منين ولا منين. طب نلاحق ايوه. من العيال الصغيره اللي من سنهم. اصل المصيبه ان انت بتقولي ده مدرس. يعني المفروض بالظبط. المدرس اللي يقوم، المدرس اللي يعلم، المدرس اللي كنت يقول بقول عيب، كده. المدرس اه اللي لو لقى البنت بتعمل حاجه غلط يشوف فين بيت اهلها وتليفون اهلها عشان يشتكي لهم. لكن لا، احنا مفيش الكلام ده. هنخاف من مدرسين؟ وطبعا يعني احنا في مصيبه سودة. يعني بالظبط، الحمد لله. لما مدرس يلعب بعيال مراهقة في سن ولاده مفروض، او حتى لو اكبر من ولاده، بس انت يعني مدرس، انت مفروض بتقوم وبتعلم. ده المفروض. يعني كاد المعلم ان يكون رسولا، فازاي؟ سبحانك يا رب، سبحانك. الحمد لله يا مدام مروه. الحمد لله طبعا، قدر الله وما شاء فعل. ربنا يقدرك على طبعا، تربية الف حمد. ولادك. ربنا بإذن يكرمك يا رب. الله، بإذن الله. ان شاء وبرضو الله. مهم قوي زي ما قالت مسج كويسة، فكرة الأمهات خدوا بالكم خاصة في سن المراهقة، وخاصة من المدرسين. ما بقاش في أمان من أي حد على فكرة. ما لا فيش لا لا، أمان. خالص خالص، يعني حتى الولاد ما تأمنوش على اي حد معاهم. والله انا بسمع بلاوي سودا، ربنا بالظبط، يعافينا. ربنا يعافينا. واحنا اكتر ناس بنسمع البلاوي اللي في الحياة كلها، وانت عارفة يعني. بالظبط. ف... الحمد لله، فمحدش ربنا يآمن. يعينك يا رب، يا مدام رب مروه. يا رب، ربنا يعيننا جميعا يا رب. محدش يآمن. خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم مهما قلتها. والله خدوا بالكم. ما تأمنيش، ما تقوليش ايه المشكلة. خلي دايما بنتك او ابنك تحت عينيكي. عرفي البيت اللي داخله ياخد فيه الدرس على فكرة. يعني والله افتكر زمان كانت والدتي ربنا يجزيها كل خير عني، كانت دايما تقول لي ايه، خلي الدروس عندنا احنا. فقول يا ماما احيانا المدرس مش راضي او هو عنده مكان، فكانت دايما لازم تروح تشوف المكان وتشوف الاهالي او البيوت اللي انا داخله اخد فيها درس. يعني لو صدفت لو كنت رحت اخدت عند زميله ليا، كانت لازم تروح تشوف البيت وتشوف الام وتشوف الوضع وتشوف ساكنين فين، ليها اخوات صبيان ولا لا. ولو ليها اخوات تقولي لا، شوفي مدرسه تانية او شوفي مدرس تاني. يمكن كان زمان مثلا يشوفوها انها ايه اللي هي بتعمله ده، او هي ليه بتبالغ كده. كان في مدرسين نفسهم من اللي بيدوني كانوا بيستغربوا يقولوا لي نعم، هي ايه مامتك بتخاف كده ليه، هو انت في الحضانة؟ بس لما كبرت، ويمكن انا ساعتها برضو كنت بشوف ماما زيادة قوي، وليه بتأفور كده، انا كنت بشوفها ساعتها كده. لكن لما كبرت فهمت ان ماما كان عندها حق، والله العظيم. وبتمنى ان كل الامهات تبقى بالوعي ده، وتبقى واخده بالها قوي كده، وتاخد بالها من بناتها. وده مش عيب على فكره ولا قله ثقه، بالعكس ده خوف وحمايه. تكوني ضلها، تبقى عارفه انك ممكن تظهري لها في اي وقت، وابوها ممكن يظهرلها في اي وقت، واخوها بيوديها وبيجيبها، وعارفه مش قله ثقه. انتوا مربين وعارفين ان انت عارفه معرفاها ربنا، ومعرفاها العيب والحلال والحرام. لكن زياده اطمئنان، زيادة أمان، حرص من الناس، خوف من حاجات كتير بقينا مش قادرين نلاحق فعلا منين ولا منين ولا منين. الخطر محاوطنا من كل مكان، وملناش غيرك يا رب. انت الأمان، انت اللي قادر تحافظ على ولادنا، بنستودعهم عندك يا رب.
وانت الحامي يا رب العالمين، وانت الحافظ، وانت ارحم الراحمين. نقطة مهمة دي. نقطة تانية، اي ست ومعلش خليني اقول كده حتى لو انت اتضايقتي من كلامي، اي ست تزوجت من راجل او حبت راجل عارفة ان في حياته زوجة اولى، والراجل ده جه شتم على مراته الاولى او قال عليها اي عيوب او قال دي فيها وفيها وفيها، خافي من الراجل ده. خافي من الراجل ده، لان مهما كان اللي ملوش خير في ام عياله اوعي تفتكري ان هيبقى ليه خير فيكي، وهتلف الدنيا وهيجيب سيرتك، وهتلف الدنيا وهيقول عليكي بلاوي سودا. الراجل لو محترم واختلف مع مراته او طليقته، لما تيجي سيرتها يقول ربنا ييسر لها امرها. خلصت القصه، اتقطع النصيب. كانت كويسه وانا كويس بس ما فيش نصيب، ما كناش عارفين نتفق، ما كانش فيه تفاهم. لكن اقعد ابقى زي الناس اللي عديمة الاخلاق، زيرو اخلاق، واقعد اقول في سيرتها واجيب ودي فيها وفيها وفيها وفيها، اعرفي ان زي ما جاب سيرتها هيجيب سيرتك وهيجيب سيرة غيرك. الراجل اخلاق، الراجل مسؤولية، الراجل لازم يكون قد كل كلمة بتطلع من بقه. عشان كده الراجل اللي يبقى رغاي وقليل الأصل وبيقدر يجيب في سيرة الناس أو سيرة واحدة كان معاشرها وجاب منها عيال، لازم تخافي كده منه، وما يبقاش فيه أصل بينك وبينه، ولا تأمنيله إنك تكملي معاه. ما ينفعش تأمنيله، خاصة اللي بتبقى مطلقة لازم تاخد بالها قوي في الجوازة اللي بعد كده. انت مفروض انك اتطلقتي المرة الاولى عشان لقيتي ديفوهات، فمفروض انك بتحاولي قد ما تقدري تشغلي عقلك وتجتنبي انك تقعي تاني في مشاكل جديدة او ديفوهات تانية. فما يبقاش عندكم استعجال وسربعة وتروحوا تخلفوا. يعني انت من اول يوم بتقولي بتحلف بالله انه من اول اسبوع جواز بيضربها، وسقطها مرة لما ضربها على ظهرها، فراحت خلفت 3، ومفروض ان هي دلوقتي عايشه تربيهم. انت فرحانه بيهم ورزق ربنا يبارك لك فيهم، لكن في الاخر انت غلطانه لان كان باين من اول اليوم انه سيء. جبتي 3 على اساس ايه؟ ليه جبتيهم الدنيا تظلميهم من غير اب، او اب مستهتر مش واعي ولا دريان غير بنفسه بس؟ فاكيد انت غلطانه، واي ست بتاخد راجل من مراته وهي اكيد غلطانه. وسيبوا الرجاله المتجوزه، ما خلصتش الدنيا يعني الراجل المتجوز سيبي لي مراته. هتقولي لي شرع الله ومثنى وثلاث ورباع، بس ما خلصتش الدنيا. خدي حد يبقى ليكي لوحدك، بلاش تاخدي حد متجوز. خراب البيوت مش حاجه حلوه ومش حاجه لطيفه، ولما انتي بتتخاني بتتوجعي، فليه مش حاسه بوجع غيرك؟ خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.